أهلا وسهلا بجميع الإخوان في قناة مغربكم. اليوم بغيت نشارك معكم موضوع حلقة اليوم الخاص بمخدر البوفا، وعندي بزاف من الأشياء المثيرة باش نشاركها معكم، ولكن قبل ما نبداو محتاج دعمكم ومشاركتكم باش نطوروا القناة ونقدم لكم مزيد من المحتويات الرائعة. فما تنسوش تضغطوا على زر الإعجاب وتشاركوا الفيديو مع أصحابكم وأحبابكم. كما يمكنكم الاشتراك في القناة باش تكونوا أول المعلقين على الفيديوهات الجديدة. أنا متشوق لاكتشاف وجهات نظركم وتعليقاتكم، فما تردوش في كتابة تعليقاتكم واقتراحاتكم في صندوق التعليقات أسفل الفيديو، وأنا على استعداد تام للاستماع لكم وتنفيذ طلباتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة غادي نهضروا على المخاطر اللي كتسببها المخدرات، غادي نتعرفوا على تأثيراتها السلبية في الصحة البدنية والنفسية. المخدرات كتخرب العقل وكتسبب لنا اضطرابات نفسية كبيرة مثل الاكتئاب والقلق والهلوسة، وهذه الأعراض كتأثر بزاف على التحصيل الدراسي والمستقبل الشخصي. موضوع حلقة اليوم حساس ومهم للغاية، اللي غادي نتناولوا فيه مخدر من المخدرات المدمرة لعقول الشباب المغربي، وهو مخدر البوفا. هذه الكلمة اللي كتجي للبال شي حاجة مؤلمة وكتقطع القلب. البوفا واحد من المخدرات اللي كيتعاطاو ولادنا وبناتنا، وهي مشكلة كبيرة في بلادنا المغرب. البوفا هو اسم شائع للهيروين، وهو مادة مخدرة قوية جدا وخطيرة. هذا المخدر كيفتح لكم العقل وكيسبب لكم إحساس مؤقت بالسعادة. المشكلة الكبيرة هي أن المخدرات بما فيها البوفا كتسبب في تدمير حياة الشباب وتحطيم مستقبلهم، كتقطع العلاقات العائلية وكتسبب في الفقر والبطالة، كتخرب الصحة البدنية والنفسية، إضافة إلى تأثيرها السلبي على المجتمع كامل مثل زيادة الجريمة والعنف. المهمة الكبيرة هي نحاربوها ونصدوا لهذه المشكلة بكل الطرق الممكنة. لازم نوعوا شبابنا وبناتنا على خطر المخدرات وبخصوص البوفا. كل واحد منا له دور كبير في التوعية والتثقيف، وخاصة المربين والأهل. البوفا الكلمة اللي كتخلينا نفكروا في شي حاجة مؤلمة. هذا المخدر اللي كاين ليه تأثيرات سلبية كبيرة على حياتنا وحياة بزاف ديال الشباب. المشكلة مازالت كتكبر وكتوسع، وماشي عيب نعاونوا المدمنين باش يتخلصوا من هذه المخاطر، ولكن السؤال هو شنو هي الأسباب اللي كتخلي الشباب والبنات على الخصوص يتعاطوا المخدرات؟ العوامل اللي كتزيد من خطر الوقوع في فخ المخدرات هي الفقر والبطالة، الضغوط الاجتماعية وتأثير أصدقاء السوء مثلا، هي عوامل اللي كتخلي المراهقين والشباب يلجؤوا ليها ويستعملوها. الحل ماشي في توعية وتثقيف الشباب على مخاطر اللي كتجيبها المخدر في حياتنا فقط، لكن يجب علينا نتكاتفوا ونعطيوهم المعلومات الصحيحة على الأثر السلبي ديال المخدرات وكيفاش كيخربوا حياتهم ويهدموا مستقبلهم. لازم علينا نكونوا معاهم، نفهموهم، ندعموهم تحدياتهم اليومية. ومن ناحية الدولة لازم تكون هناك حملات توعية وتثقيف في المدارس والجامعات وفي المجتمع بشكل عام. يجب توفير مراكز للعلاج والمساعدة للمدمنين وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم. البوفا مشكلة حقيقية في المغرب، وكل واحد منا عنده دور كبير في محاربتها. لازم نكونوا واعيين ومتعاونين ونعملوا بجد للحد من انتشار المخدرات وحماية ولادنا وبناتنا. المخدرات كيف ما البوفا ماشي هي الحل للمشاكل. المستقبل ديالنا وديال دماغنا أهم من أي حاجة، ولازم نحميوهم ونحميو حياتنا ونخليو الأمل والتفاؤل يسود، ونكونوا كرجل واحد في التغيير للأفضل ومحاربة المخدرات بكل أشكالها. كنتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا وتكونوا فهمتوا الخطر اللي كديروا المخدرات في حياتنا. شكرا على المتابعة، وما تنسوش تشاركوا المعلومات مع أصحابكم وعائلاتكم، وأنا في انتظاركم في الحلقات الجاية. وما تنسوش كذلك تشاركوا في قناتي على اليوتيوب وتضغطوا على زر الإعجاب باش تكونوا جزء من هذا المشروع الكبير. شكرا على دعمكم ومشاركتكم، وإن شاء الله نشوفكم في القناة ونكون عائلة كبيرة ومميزة. إلى اللقاء.